السلام عليكم، يسعد أوقاتكم أحلى عالم بالعالم. مثل ما طلبتوا مني مقادير نص كيلو طحين، ساويت بيتزاية ما شاء الله، ساويت فطاير بسبانغ، عن جد شي ناهي على الآخر، كلهم بنص كيلو طحين. تعالوا نشوف الطريقة غوالي. أول شي بدي أحط كوب حليب دافي، ومن بعدها نص قالب خميرة، وفيكن تستبدلوها بخميرة فورية، مع حبة بيض ونص معلقة سكر. هلأ بدي دوبهم كلهم مع بعض. هلأ غوالي بعد ما داب السكر والخميرة بدي احط نص كيلو طحين وعجنهم مع بعض. اليوم غوالي عجنت العجينة على ايدي، كرمال اللي ما عنده عجانة يعرف كيف يعجنها. يا عين. هلأ حبايبي بعد ما صارت بهي الطريقة بدي احط لها شوية زيت نباتي مشان التنعيم. هلأ انا حطيت كوب حليب ونص كيلو طحين، ممكن تزودوا شوية طحين، ممكن تزودوا شوية مي على هوا نوعية الطحين. هلأ حطيت الزيت وبدي نعمها بهي الطريقة. كل ما نعمتوها أكتر كل ما بتطلع العجينة أظرف. ما شاء الله، مبين بده يطلع شي فاخر على الآخر. شايفين كيف صارت حبايبي؟ مثل الراحة. يا عين. هلأ دهنت الجاط زيت، بدي غطيها حبايبي واتركها شي نص ساعة. هلأ مبين ما تختمر بدنا نروح نجهز حشوة السبانغ. هلأ بدي افرم السبانغ بهي الطريقة، لا ناعم ولا خشن، لأنه بدنا نفركن، إذا كانوا ناعمين كتير بتدوب. السبانغ كتير أكلة مفيدة، كلها حديد، لازم تساووها وبتدعولي إن شاء الله. هلأ بعد ما فرمت الكمية كلها بدي أحط رشة ملح، وبدي أفركهم كتير منيح. حبايبي فضلا وليس أمرا تتابعوني على اليوتيوب، اسم صفحتي الشيف نور الدين، وتعملوا لي إعادة نشر للمقطع مشان يطلع إكسبلور، فضلا وليس أمرا. هلأ حبايبي غسلت السبانغ وصفيتها، بدي أحط الجوز وبصل ورمان حامض، بدي أضيف الملح، كزبرة يابسة بيعطي طعم طيب كتير، ومن بعدها بدي أحط شوية سماق. هلأ بدي أضيف الدبس رمان ما شاء الله، وبالنهاية بدي أحط زيت الزيتون، وبدي أعمل لهم دعكة مرتبة. ما شاء الله ما شاء الله. هلأ هيك الحشوة صارت عنا جاهزة، عن جد شي ناهي على الآخر، دقتها أنا ما شاء الله. هلأ حبايبي العجينة اختمرت، قرصتها. يلي ما شاف طريقة التقريص المقطع اللي قبله. هلأ بدي رقها بهي الطريقة، لازم تكون مدورة. ما شاء الله ما شاء الله، الألوان السبانغ بتاخد العقل. هلأ حبايبي بدي أحط حشوة السبانغ بهي الطريقة بالنص. أهم شي ما تلوتوا داير العجينة مشان تلزق معكم. يا عين، مبين بده يطلع شي ناهي على الآخر. هلأ غوالي بعد ما وزعت الحشوة على العجينة بدنا نسكرها بهي الطريقة. شغلة سهلة وسريعة، بس ساويتوا كام وحدة ايدكم لحالها بتاخد. ما شاء الله ما شاء الله. فيكن حبايبي تحطوا صفار بيضة مع شوية حليب، وفيكن تحطوا حليب مع رشة نسكافيه. أنا دهنتن حليب وحطيت رشة نسكافيه مشان يعطوا لون حلو. يا عين. هلأ غوالي بعد ما ساويت الكمية كلها، شوفوا ما شاء الله، صار وقت الدهن. مثل ما قلت لكم حطيت حليب مع رشة نسكافيه. هلأ بعد ما دهنتن بدي احط لهم السماق، بيعطي لون حلو وحامض طيب. ما شاء الله ما شاء الله. حبايبي أنا مشغل الفرن على درجة حرارة 250 من فوق ومن تحت. ويلي ما شاف طريقة تحضير البيتزا المقطع يلي قبله غوالي، فضلا وليس أمرا كمان تعملوا لي إعادة نشر. شوفوا ما شاء الله النتيجة، شي فاخر على الآخر ما شاء الله. ما تنسوني من دعمكم غوالي، انتو أحلى عالم بالعالم. يلا باي باي.